السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الفيديو هذا عن بعض اليمنيين المغفلين قليلين العقول اللي عندهم يعانوا من نقص، يعني إنسان ناقص يكملوا إنسان زيه، يعني اللي هم عبيد البني آدمين. لاحظنا في الفترة الأخيرة أنه هذا اللي اسمه ترامب البطيخ، تمام، قاعد يلف على اليمنيين، بالذات على اليمنيين، علشان يكسب أصواتهم. راح زار المحافظ اللي في هامترامك اللي هو الدكتور اليمني، أنا لا أذكر اسمه بالضبط إيش هو، تمام. علشان ينال أصوات اليمنيين بعد ما أذلهم وأهانهم في فترته الرئاسية الأخيرة، تمام. يعني الآن بكل غباء واستحمار واستغباء يروح يزور اليمنيين عشان يحب الجزمات. شوفوا كيف لما يكون حاجة الناس يعني عندك، حتى لو كان رئيس جمهورية، تمام، علشان يحصل له كم صوت من اليمنيين، لأن اليمنيين هناك عددهم كبير. يطلعوا أصحابنا الذي في أمريكا، يطلع يقول لك الرئيس الأمريكي ترامب تصور مع فلان اليمني ومع مدري ما هو ومع مدري من ومع. يا أخي يعني استحي على وجهك يا قليل الحياء، استحوا شوية. ترامب هذا بطرح لكم فيديو لليمنيين اللي دخلوا لوتري في عام 2018 وقت لهم الموافقة، وبهذلوا فيهم وسفروهم إلى ماليزيا. شوفوا كيف عملوا باليمنيين من إذلال. وفي ناس باع بيته وباع ما فوقه وما تحته، وفي الأخير أعطاله رفض، لأنه ترامب ما يشتيش يدخل برغم أنه حائز على اللوتري الأمريكي وعنده موافقة، تمام. الترامب هذا لو انتم ناسين اذكركم انه بيتحلف للعرب انه بيرحلهم، وانه بيمنع الهجرة الى بلاده، وانه اي واحد يعني دمه عربي بيعمل له فحص جينات وراثية وبيرحل ابوه. كان يخطب بهذا الكلام ايام الولاية حقه، ايام ما كان متولي رئيس. والآن يجي لك كم من واحد عبيط ومتخلف وغبي وهين يقول لك ترامب تصور مع المواطن اليمني مدري منو. هذا ترامب تبعك؟ منو ترامب؟ نبي ولا رسول؟ منو انت اصلا؟ منو انت يعني؟ لو تصور معاك اخذت مفتاح الجنة ولا ايش يعني؟ استحوا على شرفكم وعلى وجيهكم وافعلوا لكم شوية قيمة يا عديمين القيمة والشرف. جالسين في اليمن ما عندكم قيمة، جالسين في أمريكا تطبلوا وتزمروا الواحد ما يسوى شيء، تمام. واحد أهان العرب، أهان اليمنيين. رجع عيال بلادك، لو عند أبوك شرف وكرامة ما تدي عليه فيديو واحد ولا تدي عليه سطر واحد. انت مفكر ذحين لما يجي يتصور معاك يتصور لسواد عيون الذي خلفتك مثلا؟ يعني مانيش عارفة هذول قليلين الحياة ما اللي ما يستحوا على وجههم. بخستوا باليمنيين بين بقية الجنسيات يا عديمين الحياة. ذحين ترامب هذا لو راح يتصور مع واحد مصري بيقوم كذا يعمل إعلانات، المصريين كلهم بينزلوا ترند الرئيس ترامب تصور مع المواطن المصري فلان الفلاني. ما تستحيش أنت على وجهك يعني؟ شوف الفيديو اللي في اول تعليق تحت الفيديو هذا. اصلا انتم لو فيكم واحد يروح ينتخب هذا اللي اسمه ترامب بعد اللي عمله في اليمنيين، انتم ما عندكم شرف يا اخي. اذا ما بتنتخبوش وما تشتيش هذه الجنية اللي اسمها بامية مدري باميلا هارس هذه ولا ما اعرفش ايش اسمها، تمام. لا تنتخب الاثنين، اجلس في بيتك بشرفك وكرامتك. مش ملزم انك تروح تنتخب بالصميل. لا تحشر أنفك. إيش نفعوك؟ إيش فعلوا لليمنيين حقك؟ إيش فعلوا لك؟